الحركه اللي ما اقدرش استغنى عنها في اي لوك ميك اب بعمله، سواء ميك اب خفيف سواء ميك اب تقيل، ميك اب بنزل بيه الصبح او بالليل، لازم اعمل انر كورنر هايلايتر بطريقه ما. ودايما بدور على طريقه ان انا اخليه بوب ويبان اكتر. فهي بتقول لنا ان احنا لو استخدمنا تحت الهايلايتر او تحت وات ايفر الشيمر اللي هنحطه في الانر كورنر قلم ابيض، ده هيخليه بوب اكتر ويبقى شكله ظاهر اكتر. فبدون تفكير يلا بينا نجربها. بصوا انا هستخدم القلم بتاع معروف، بس انتوا ممكن حرفيا تستخدموا اي قلم ابيض عندكم. تالت نحطه في الانر كورنر بالطريقه دي ونتقل في النص. بعد كده باي فرشه نبتدي ندمجه شويه عشان يبقى شكله مدموج، ما يبقاش شكله متركز في الحته دي. وحرفيا باي نوع هايلايتر عندنا او اي شادو على حسب الدرجه اللي احنا عايزين نحطها. انا هستخدم الدرجه اللي لونها ابيض دي، ممكن اعمل لها ميكس سيكا مع الدرجه البينك اللي جنبها واحطه على الكحل الابيض اللي احنا اوريدي حطيناه في الاول. تعالوا بقى نجرب نفس التركايه على العين التانية من غير قلم ابيض. هحط من نفس الدرجات اللي انا حطيتها الناحيه دي الناحيه التانية. عايزاكم قبل ما اقول لكم رايي احكموا انتوا شايفين في فرق ولا مفيش. بصراحه في المرايه في فرق حاجه بسيطه، يعني فرق مش قوي قوي هنا، واضح اكتر من الناحيه دي، خصوصا ان الهايلايتر اللي انا مستخدماه اوريدي بيجمنت قوي فمش محتاج بيس تحتيه. شايفه ان التركايه دي حلوه، ممكن تستخدموها مع هايلايتر اوريدي البيجمنت بتاعه خفيف. يعني لو عندكم لون مثلا اي شادو انتوا بتحبوه او لون هايلايتر انتوا بتحبوه تيجوا تحطوه ما بيبانش قوي وعايزينه يبان، حطوا تحتيه قلم ابيض، او ممكن حتى تلعبوا بالالوان وتحطوا ازرق اخضر وات ايفر اللون اللي انتوا عايزين تحطوه. لكن لو البرودكت اللي انتوا مستخدمينه اوريدي البيجمنت بتاعه قوي، ما اعتقدش ان التركايه دي هتفرق قوي في الفاينل ريزلت بتاع شكل الانر كورنر. وبس كده كالعاده هستنى رايكم تحت في الكومنتس.